الطلية السحرية اللي نخدم بها حلوياتي في الطلبيات تجي هايلة وتقعد طرية لمدة طويلة. السلام عليكم، كي راكم دايرين غالياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. وصحة عيدكم ان شاء الله تكونوا كاع عيدتوا غاية. جيتكم متأخرة بصح ما نسيتكمش، المهم عدنا والعود أحمد. دائما متواصلين في وصفات اللي تحتاجوهم للطلبيات أو أي مناسبات تكون عندكم في الدار. الطلية كاين نوعين، كاين نتاع بياض البيض وكاين بلا بيض اللي هي السحرية، وفي زوج هايلين. نتاع بياض البيض نخدم بها كي تكون عندي البرد قارص والطلبية مستعجلة، واللي عندهم الميديتي بزاف تاني يخدموا بها، وفي الصيف ما ننصحكمش بها تولي حجرة، تصلح هذيك للشتاء. واليوم رايحه نشارككم انا السحريه اللي توالم الصيف وتوالم كي يكون عندك لي تاع، يعني الطلبيه تاعك عندها تقعد حتى الليله ولا ليلتين. في الطليه نحتاج سكر مرجان ولا هدى. انا الاغلب نشري مرجان، سعره في متناول الجميع. راح نخدم انا زوج مرات لاني نحتاج كميه كبيره، بصح نصور لكم حق 50 حبه، وانتوما ضاعفوا ولا ديروا نصف الكميه على حساب عدد الحبات اللي رايحين تخدموهم. الطليه تنخدم مسبقا وتنعد من التحضيرات المسبقه. كاين اللي يخدمها بربع ساعة من قبل، بصح أنا نخدمها بأسبوع ونخليها في الثلاجة عادي، يعني نحيها من طريقي، خاصة كي تكون عندي طلبية فيها بزاف حتى 200 حبة، يعني وأنواع وأشكال واحد أخرين كيما تاع العيد هكذا، يعني نعدها أنا من التحضيرات المسبقة. ومن بعد باه نولي غير نطلي برك ويجيني كل شيء سهل. اذا كانت عندك طرابيه مثلا عندي غير كعكات، نوجدها ليله من قبل مع العجين والحشو، ومن غدوه نطلي بها عادي. فهمتوني الشيرات؟ ماشي شرط تخلوها لاخر دقيقه. المهم نبداو في الوصفه بلا ما نطول عليكم. ال50 حبه كعكات نحتاج سكر كيلو 750. هذه الباطه فيها 700 غرام. نديرو زوج بايط ونص باه نغلف 50 حبه نتاع كعكات. اذا 700 و700 كيلو 400، وتزيدي لها نص باطه 350. اذا المجموع تاع السكر كيلو 750. هادوك زوج بايط ونص اللي هي كيلو 750 نفرغها في ماعون واسع، من الأحسن تصيروها. ومن بعدها نجيب قرعة تاع مازهر تكون فارغة، ونفرغ فيها كاس نتاع اتاي يربد 90 مليلتر، عمرتها حليب، راه بالميزان 90 مليلتر. هذا الحليب الكاس خدمت به من قبل على بها الزيت راه يلعب من الفوق، بمعنى راهي كيلة هنايا. نفرغها في المحقن ونزيد كيلة نتاع مازهر بنفس الكاس السابق، بمعنى 90 مليلتر بالميزان نتاع مازهر. نفرغها كذلك فوق الحليب. المازهر اختاروا نوعية مليحة اللي تكون ريحتها شابة وقاطعة، ما تديروش العطر، لا تفسد لكم الذوق لأنها الطلية مش راح تطيب. هي القرعة الشفافة تجي ريحتها شابة، وكاين تاني هذيك اللي تجي زرقاء ريحتها تاني تجي هايلة. قرعة راها دير 13,000 هذيك الليترة، ولكن حنا دائما نبغوا نتبعوا الرخيصه. اللي تقدر تشري تاع الزرقاء هذيك تشريها. ومن بعدها بنفس الكاس زدت كيلة نتاع زيت. الزيت هنا بالميزان درت 80 مليلتر، لانها الزيت خفيف في الميزان على الماء والحليب. على بها بالكيلة تجيكم كيلة عادي، ولكن بالميزان تجيكم ناقصة. نفرغها تاني هكذا فوقهم، ومن بعدها نغلق القرعة. شوفوا السوائل اللي راهي هنا راهي منفصلة، هاد السوائل لازم نخلطهم نمخضهم كيما هكا جيدا حتى يندمجوا مليح مليح. تبغوا ديروهم في بلارة عندها غلاق عادي عادي، اذا ما تواجدش عندكم قارورة تاع مزهر فارغة، حتى يولي خليط واحد كيما هاك. هذاك الزيت موش يبان كيما من قبل، كل شيء اندمج في بعضه. هنا في هذه الحالة نفرغ هذاك الخليط، المازهر والحليب والزيت فوق السكر، هكذا نفرغه كامل كيما راهي مقادير مضبوطة، ونبقى نلم ونعجن. نلايم هذاك السكر مع السوائل. بعد ما عجنتها كنت غير نعجن ونقلب كيما هاك تحسي روحك عجنتيها. هنا نجيب ملعقة صغيرة تاع ملون أبيض. الملون أنا شري تاع الميزان
تشري حق 10,000 تشدلك المدة طويلة. هكذا نصيرها باه ما تجينيش محببة. وعندي كيلة ناقصة شوية نتاع عصير الليمون مصفى اللي هي حوالي 80 مليلتر. نفرغها فوق هذيك السبيغة البيضة ونخلطها معاها، ومن بعد نبقى نعجن فيها هكذا بصباعتيا بهذه الطريقة. عجنوها جيدا. في الأول كانت يابسة عجينة ناشفة، ودروك بهذا العصير نولي نطلق فيها، نعجن ونطلق فيها بهذه الطريقة حتى تنطلق وتولي لي خليط موالم. نبقى نعجن. شوفوا كيفاش يولي معلك كيما الفوندو. وهذا هو سر نجاح الطلية، خاصة في الصيف تبقى طرية لمدة طويلة. والصبغة حذاري تكتروا لأنها هي اللي تيبس لكم الطلية، وكي تفوت حدها تولي الطلية تاعك تتشقق. راهي مقادير مضبوطة، يعني تجيك طلية ماهيش خشينة وتجي رقيقة بصح الحبة تاعك مغطية. لاحظوا عاد راني ما صيرتش السكر، نتوما صيروه خاصة المبتدئات راح يجيكم حساب. ومن بعدها نفرغ انا الطليه في ماعون اخر ونخبيها. هنا كنت خدمتها انا مع التحضيرات المسبقه، نغطيها بصاشي ومن بعد نزيد لها الغلاق من الفوق. هنا كنت خادمه 2 طليات نفس الميزان هكذا على حسب التغلاف. هادو يغلفوا لي 100 حبه تاع كعكات، خلوها تريح ربع ساعه. واذا كانت لا شارج تاع خدمه عادي خدميها بليله من قبل مع الحشو والعجين وخليها في الثلاجه من تحت. وقت اللي تبغي تطلي بها تجبديها وخليها تدي درجه حراره المطبخ وخدمي بها عادي. وهنا كنت طليت حبات بالطليه الاولى راني كملتها، بقات لي منها غير هاد الملاعق. دوك نزيد عليها الطليه الثانيه اللي خدمتها معاكم، نفرغها كامله. لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ ومشي باردة. كي تفرغيها خلطيها مليح مليح من جديد باه تعرفي اذا راهي مطلوقة ولا ناشفة. هي من البرودة نتاع الثلاجة تبقى سوا كيما راهي، يعني كانت في الميديتي. اذا تقدرت ولقيتي الطليه نتاعك نشفت لك عادي زيدي لها ملعقة نتاع ماء بارد ولا ماء زهر وخلطي مليح مليح راح تتحلل بسهولة وتولي مناسبة للطلاء. ومن بعدها نولي نطلي في الحبات. عندي هاد الشباك نتاع الثلاجه قديمه مخبيتهم غير للطليه ولا الشوكولا نخدم بيهم. انا نخدم بيدي، يعني يدي هي اللي نديرها كيما الفرشيطه باه الحبه ما تطيحليش وباه ما تتفتتش ليا وتبقى الطليه نقيه. ونخلي الزائد يطيح ونحط الحبه فوق الشباك. تبغي تستعملي باسواغ هذيك الشبكه اللي كيما الكمشه وتحطي فيها الحبه وتطلي عادي. اللي ما تبغيش توشي الطليه وتتقلق منها. ونكمل نطلي الحبات وحطيها وخليها تنشف. في الشتاء لازم ليله كامله تبات، وفي الصيف حوالي ساعتين تكون واجده. الطليه تبغي السخانه باه تنشف عكس الشوكولا، يعني ما تدخلوهاش للثلاجه لا راح تقعد لكم كيما راهي، هي تبغي السخانه. هذه هي بعد ما نشفت جات بيضة تلمع ومازال ما ندير لهم الناكري. اليوم الشيرات بازيت لكم غير على الطليه باه كي تكون طلبيه نحط لكم الرابط تاع الطليه تشوفوها بالتفصيل باه ما نكررش ونطول عليكم الفيديو. وعن قريب نشارككم كعكات اللي طلبتوني عليها. وهذه هي وصفه مضبوطه للطليه تاع الكعكات. اما تاع العرايش 50 حبه تدي 3 شكاير تاع سكر كلاص نفس الطريقه، فقط ديري 3 شكاير تاع سكر والسوائل زيدي فيهم كاع شوي شوي. لاحظوا هذه هي النتيجة بعد ما ندير لها ناكري ذهبي ولا فضي من الفوق يخرج كيما هكذا، يعني راهي وصفة مضبوطة.